السلام عليكم أصدقائنا اللي يتابعونا على قناتنا ورشة مهدي لصناعة سيارات. طبعا هنا صاحب السيارة هاي مثل ما جاي تشوفون أو بترة يشتغل عندنا هولد، يفحص بجهاز فحص سيارات، يقولوا له عندك حساس ما بسنسر عاطل، هذا بدل حساس ما بسنسر. شوف هذا حساس ما بسنسر، هذا يعني هذا مو أصلي، ما بي كتابة هنا. يفحص بالجهاز يقول لا هذا صيني جايبه، يجيب لك واحد ثاني بدل ثلاثة نفس الشيء، والهولد اشتغل. دزارنا الاول صاحب السياره بعد ما عانى بالموضوع فحصناها بجهاز فحص سيارات وتبين عنده مشكله. تعالوا خلينا نقول وين المشكله. المشكله مو بحساس ما بسنسر، وانما شوف المشكله وين. الضفيره طبعا جديده مبدلها صاحب السياره، ضفيره صيني مبدلها، اكو ضفائر داخل العراق صنعت في الصين، مو ضفيره تفسيخ. شوفوا شلون، شوف القطب، راح اراويكم. شوف القطب، وين هذا القطب؟ وين هذا القطب الموجود؟ واحد اثنين، هذا الثاني ما موجود. وين ما موجود؟ نازل مسحوب. يعني هاي الضفاير الصينية، شوف باو اخوان، الضفاير الصينية هاي ما مضبوطة، يعني الواير مالتها ينسحب. يعني هذا الظهر مو يركبوه يقفلوه ينسحب. فمن ينسحب بعد ما حد ينتبه ابو جهاز فحص سيارات ويركز على الموضوع بصوره صحيحه، يفحص الدائره الكهربائيه مال الحساس ما بسنسر، يقولوا له بدل حساس ما بسنسر. المشكله وين؟ مو بالحساس، المشكله بالفيشه، والسبب الرئيسي هي رداءة الضفيره. هاي الضفاير الموجوده حاليا الصينيه او الضفاير اللي صنعت بالصين ضفاير رديئه. انصحكم يعني احنا كخبراء شوفرليت انصحكم ان تاخذون سيارتكم ضفاير يعني كوري حاوية أو مستعمل، أفضل من الضفاير الجديدة اللي صنعت بالصين. وهاي مثل ما جاي تشوفون هنا، كل ما تسحب جاي ينسحب عندك الكليبس، شوفون اختفى أصلا. تحياتنا لكم ورشة مهدي ناصرية، حي الشهداء، مجاور جامع المحسن، لفحص وبرمجة وصيانة كافة أنواع السيارات الحديثة، كهربائي سيارات.